رأسي يعني راسه مو تحت بسبب هذا إنه ده قرن. ممكن يكون الحمل في واحد من القرون والقرن الثاني يكون فاضي، عرفتي؟ ممكن يحتاج ربط لعنق الرحم لو جاتها علامات ولادة مبكرة، بس هذا الشيء. لكن وممكن تحمل عادي وتولد طبيعي. ففي برضو نسبة من الناس إنها تحمل عادي وتولد طبيعي، بس هو يعتبر مو طبيعي في القرنين، الطبيعي المقلوب أو العادي. طيب نرجع لصوت المراهقات مرة ثانية، لأن في سؤال قاعد يتكرر من وحدة ما تزوجت تقول آه طبعا احنا كلنا تمر علينا آلام الدورة، طبعا شيء طبيعي انه يكون في آلام وكذا، لكن هي سؤالها انه ليش آلام الدورة تختلف من وحدة إلى ثانية؟ يعني بعضنا يا دكتورة يعني توصل مرحلة انها تروح الإسعاف وتاخذ الإبر علشان تسكنها، وبعضنا لا، تمر عليه مرور الكرام ولا كأنه في شيء أصلا، وبعضنا لا، عادي تاخذ مسكنات عادية بالبيت والأمور تمام. فهل تقول هل سبب أو الآلام الشديدة اللي تجي أحيانا مع الدورة هذا فيه يعني سبب طبي لها، مثلا تكيسات أو مشاكل أو كذا، ولا لا إنه عادي تجيني آلام شديدة وأتحملها بس أنا سليمة عادي؟ طيب، فعلا السؤال ده مرة مهم، يعطيها العافية. شكرا للجميع يعني اللي بيسألوا كل الأسئلة. شوفي يا الست اللي بتقول لك بتجيها الدورة لدرجة إنها يغمى عليها، هذا شيء مو طبيعي، فلازم تشوف مساعدة. الآلام اللي بتجينا في الدورة، في حاجة نسميها برايمري ديسمونوريا، يعني الآلام اللي المفروض كلنا الطبيعي إنها تجينا. إيش علامتها؟ علامتها إنها قبل نزول الدورة ب5 أيام تبدأ الآلام، وأول ما تنزل الدورة تبدأ تخف. هذه الطبيعي، وبسبب إفراز مادة معينة يسموها البروستاجلاندين. خلاص، عشان كده هذه لو انت قبل ما تنزل عليك الدورة بدأتي بتاخدي بروفين ومسكنات، ان شاء الله حتسكن لك الآلام، لانها بتقلل من افراز البروستاجلاندين. الشيء اللي مو طبيعي السكندري ديسمونوريا، اللي بتجيها الدورة، اللي بتجيها الآلام سواء مع الدورة وغير الدورة. يعني من قبل الدورة بتجيها، نزلت الدورة لسه الآلام موجودة، خلصت الدورة لسه الآلام موجودة. هذه واللي يغمى عليها وهذول لا، هذول لازم ما يسكتوا على نفسهم، لأنه ممكن بعيد الشر تكون علامة منذرة على كيس على المبيض، بطانة مهاجرة. كل هذه الحاجات اللي لازم تتنبه لها، ولازم تروح أول شيء تعمله سونار. طيب دكتور، هي واحد يسأل يقول زوجتي جتها جلطتين في الرئة اليمين واليسار، الله يدينا وياكم جميعا. يقول لك هل تاخذ دواء اللي قلتيه قبل شوي حق الأخت اللي جاوبتي عليها؟ لا، ما تاخذ أي اللي جاتها جلطات قبل كده تحذر من أي أدوية فيها مادة الاستروجين. لو واحدة جاتها قبل كده جلطات ومحتاجة مانع حمل، ممكن تستخدم أي حاجة تانية ما فيها الاستروجين، مثلا اللولب. مثلا أنا بقول مثلا إن شاء الله تكون الرسالة واصلة للجميع. أي واحدة جاتها قبل كده جلطة ما تاخذ أي حاجة فيها مادة الاستروجين، حبوب ولا لصقة ولا حلقة، هذه كلها فيها الاستروجين. فهمتوا؟ دائما بتحصل لخبطة في موانع الحمل، فعشان كده بتكلم عنها. تفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك دكتورة؟ أهلين، الحمد لله. تفضلي. لو سمحتي، أنا سويت طبعا أنا بس عندي تكيس، وجميع الأشياء الثانية كويسة، يعني من غدة، من هرمون حليب، من هذه الحمد لله كلها كويسة. وبرضو زوجي ما في أي شيء، يعني قالوا إنه كل شيء كويس حلو بس التكيس. فسويت تلقيح صناعي مرتين ولا ضبط، يعني تضبط البويضة وكذا بس ما يضبط التلقيح. يعني إذا بتقولي لي مثلا إنه في مثلا تحليل أسويه أو شيء ممكن أسويه إنه يفيد، أو شيء ما سويته مثلا أسوي شيء كذا يعني. طيب، كيف أنت بتحاولي تنزلي من وزنك؟ بصراحة أنا وزني زايد يعتبر على الوزن الطبيعي. طيب بس إنه ما نزلت للأمانة يعني. طيب، هو هذه الأشياء اللي أنا حديكي نصايح.
تمام. أول حاجة حاولي يعني تنزلي من وزنك عن طريق نظام غذائي، ابعدي عن السكريات، النشويات، هذه اخذ الأشياء، خلافات. اعملي رياضة. أيوة، خدي الجلوكوفاج. اللي ما يعرف إيش هو الجلوكوفاج، الجلوكوفاج زي منظم حق السكر. لأنه إيش مشكلتنا نحن في التكيس المبادئ؟ عندنا مقاومة للإنسولين. الإنسولين وظيفته إننا نستفيد من الأكل اللي بناخده، وبيحسن من جودة البويضات. فلما عندنا مقاومة للإنسولين كأنه ما في جسمنا إنسولين، ما بنستفيد من الغذاء. فهذا الجلوكوفاج بيزيد حساسية جسمنا للإنسولين، فبيرجع وظيفته. فاستمري عليه، حافظي على نظام غذائي، حاولي تنزلي وزنك. طيب الدورة بدأت تجيكي بانتظام ولا لسه منقطعة؟ ألو؟ إلا هالفترة يعني ممكن. أيوة. بانتظام يعني كل شهر تسمعيني؟ لازم تجي. أيوة. إيه أيوة، من فترة بسيطة يعني يمكن من 8 أشهر كذا. قبل لا، للأمانة كانت متلخبطة، بس طيب. هالفترة لا أحس إنه الحمد لله يعني صايرة منتظمة. طيب بتاخدي أي فيتامينات؟ حمض الفوليك، المايو إنيزيتول، الكوكيوتين، المكملات الغذائية بتاخدينها؟ اخذ فوليك، واخذ برضو شيء ثاني والله مو متأكدة من اسمه، بس اتوقع انه حديد، اتوقع. طيب نحن الحين انت في يدك إيه؟ انك بس بتحاولي تنظمي الدورة. سويتي زي ما قلت لي قبل كده التلقيح الصناعي. هذه الأشياء بتزود فرصة الحمل وبتزود خصوبتك، ولكن ما زالت نسبة الحمل ما بين 15 ل 20% لكل شهر بتجربي. أنا أنصح حاولي، ولكن لا تطولي كتير. يعني إذا حاولتي تلقيح صناعي 3 مرات وسويتي كل دي الحاجات ولسه، فالأفضل إنك تروحي بعد كده لمحاولة الحقن المجهري. قد ما بحاول بنصح جميع السيدات يحملوا قد ما يقدروا قبل سن 35، يعني ما يضيعوا وقت كتير قد ما يقدروا. بس طبعا كل واحد له طيب. ظروفه ولأحكام. تفضلي. صحيح. طيب هل البردقوش والمرامية وهذه تساعد، ولا ما في أي شيء طبي يعني؟ أقول لك الصراحة، يعني يعني ما في إنها لها توصيات من الكلية الملكية الكندية أو الأمريكية. أنا صراحة هذه الأشياء بدأت أسمعها أول ما رجعت هنا، البردقوش وهذه الأشياء. وأنا ماني ضد الطب الشعبي، يعني بالعكس مؤمنة إنه في أشياء ممكن ما اتعملت عليها دراسات ومفيدة. ما أتوقع إنها تضر، وإذا في فائدة ممكن، بس ما أقدر أقول لك إيوه خديها، هي أكيد حتساعد. أيوة. طيب آخر سؤال بس معلش يا دكتورة. تفضل حبيبي. يعني هل في تحاليل للرجل أكثر من إنه مثلا التحليل المعتاد اللي يشوف عدد من الحيوانات وهذه، وإذا مشوه أو لا، ولا ما في؟ يعني أنا سمعت إنه في تحليل سرعة الحيوان أو شيء كذا. هي نفسها عينة السائل المنوي يكون فيها موجود سرعة الحيوانات المنوية العامة، وفيها مين السريع اللي مرة، واللي السريع نص نص، والمين اللي ما بيتحرك. فالتحليل العادي بيكون مكتوب فيه دي الحاجات. إذا كويسة إن شاء الله خير. أيوة ما يحتاج. فألجأ إنه بس أخفف من وزني، صح؟ خفضي وزنك، حافظي على نظام غذائي كويس، استمري على جلوكوفاج، ابعدي عن النشويات والسكريات، استخدمي المكملات الغذائية، حافظي على حمض الفوليك والمايونيزيتول، واستمري بس في المحاولة، لكن لا تطولي عليه بعد 35 سنة. إذا عملتي 3 مرات تلقيح صناعي وما نفع، يعني قصدي ما حملتي، انتقلي على طول على الخطوة اللي بعدها، الحقن المجهري. تمام، شكرا، الله يسعدك يا دكتورة. وإياك حبيبتي إن شاء الله. دكتورة مرة ثانية ودي أسألك، احنا بنحجم منك دكتورة، هل في عندك وقت ولا خلاص ودك نقفل؟ كمان 10 دقائق وبعد كده أبغى، إذا ما عندك مشكلة عادي تفضل كم. طيب بدخلك 2 مع بعض. اسألي ملهم تفضل واحدة. استعجلوا بنات علشان يلا استعجل عشان ناخذ أكثر قدر من الأسئلة. ملهم أو ملهم. ألو تفضل. ملهم. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام.
دكتورة الله يسعدك، يعني أنا وزوجي عمرنا 33 تقريبا، بعد يعني كم شهر حنصير 34. أنا عندي ضعف مخزون المبيض، وزوجي عنده صفر في حيوانات منوية. عملت الحقن المجهري قبل ما أعرف مشكلة زوجي، يعني تقريبا من سنة، وطلع عندي 4 بويضات، وحاليا زوجي يعني بيتعالج، والدكتورة أعطتني جلوكوفاج وأوميجا 3، وطلبت مني إنه بعد ما يتعالج زوجي كمان أعمل ثاني مرة حقن مجهري. فما أعرف يعني متى أعملها بالضبط، وهل ممكن يعني في أمل ولا لا؟ طب هو زوجك بيتابعك الحين مع دكتور ذكورة ومسالك بولية ولا لا؟ يعني من قبل كم شهر أيوة تابع وأعطاه أدوية، وإلى الآن لسه يستعملها. طيب إيش كانت الخطة؟ إنه حيسوي له عملية علشان يخرج الحالات المنوية من الخصية مباشرة، ولا مبدئيا إنه لا، لا بس أدوية ياخذها وبعد كده يراجع. وعاد في تحسن؟ لأن أنت بتقولي صفر، يعني في أيوة تحسن، يعني عاد السائل المنوي وفي عادوا، إلى الآن يطلع لسه. فيه لسه. شوف أنا أنصح يعني إنه ماني عارفة إيش التشخيص اللي قالوا لزوجك، بس لا تطولي كثير. يعني إذا قبل سنة ونزلت معاكي بس 4 بويضات، فزي ما أنت عارفة بعد 35 سنة بيحصل. حتى لو اضطريتي، إذا حياخد الوقت طويل، بس أنا ماني عارفة تشخيص زوجك إيش بالضبط، لو تخرجيها وتجمديها. يعني أيوة ماني أنا كده عارفة إيش سويت، سالفة الآن. صحيح هي مجمدة الآن. طيب اعملي اكثر من سايكل وجمديهم. يعني لو نفع زوجك يعملوا له حاجة اسمها TC، يعني يحاولوا ياخذوا حيوانات منوية يستخرجوها مباشرة من الخصية يوم تجميع البويضات، فاللي يطلع معاهم يحاولوا يلقحوها بالبويضات في نفس اليوم، علشان يحصل تجميد أجنة بدل تجميد بويضات، على أساس إنه أحسن تتجمد الأجنة، تكون بس الخطوة الأخيرة هي اللي باقية، إنه بس نقولها لرحمك. فهمتي؟ طيب في حال، أيوة فهمت، اللي هي اسمها TC قلتي. أيوة. طيب طيب في حال يعني لا قدر الله تم علاج زوجي بعد، يعني بعد ما صار عمري 35، هل هذا الموضوع آمن إني أنا أحمل في ذاك الوقت ولا لا في خطورة؟ أنا بس لا لا مخوفة من هذه المسألة. شوفي، هي الخطورة في إيش؟ يعني إحنا نتكلم عشان المخزون بينخفض بعد سن 35، فالفترة هتحتاج أطول. تاني حاجة، الشيء التاني ماني عارفة إذا وقت مناسب ولا لا أتكلم فيه، إنه كل ما واحدة قربت من 40 نسبة إنه تحمل بأطفال داون أو سليمين. أطفال تعلى. بس هذا أيوة أنا خايفة من هذا الموضوع، إنه ممكن يكون في خطورة مثلا في الإنجاب، أو يعني ممكن يكون في إعاقات في الأطفال يعني. هل هذا هو صحيح ولا شوفي، لا؟ هو بس يعني في حالتك ما لك حل إلا إنك تستمري في المحاولة. وإذا أنت خايفة من إنه يصير كده أو لا، إحنا ممكن نفحص الأجنة قبل ما نرجعها، أو في بداية الحمل نعمل الفحص المبكر عن تشوهات الأجنة. من أنت 10 أسابيع ممكن نعرف إذا في له أي شيء من هذه الحاجات. أبغى تركيزك تحين إن شاء الله، إنه إن شاء الله حيصير. يعني يعني استعدي للي حيجي بحب أكتر منك خايفة إنه يصير كده، وخايفة يصير تشوهات، وخايفة إنه عرفتي. هي بس فهمتي علي؟ موضوع يعني موضوع زوجي في العلاج لسه يعني ظهرنا طويلة، فأنا بس شايل هم العمر. عشان كده بقول أنصحك في هذا الوقت اعملي أكتر من سايكل وجمدي البويضات، ولا تستني كتير، لأن أنت أوريدي قايلة إنه عندك ضعف في المخزون. ممكن تقولي لي كم AMH حقك إذا عملتي؟ والله حاليا ما أفتكر، بس هو أقل من 0، يعني 0 شيء، ماني فاكرة كم كان. طيب بس يعني إنه استمري، لا توقفي، وإن شاء الله ربنا يكتب لك. يعني هي عشان الحقن المجهري جدا يعني مكلفة، فهل ممكن يعني نكتفي بال4 البيضات هذه بإذن الله؟ ممكن يكون في أمل ولا لا المفترض إنه أسويها ثاني مرة أو ثالث مرة؟ بصراحة ما أنصحك تعتمدي بس على 4 بويضات، لأنه كل بويضة الحين هي مجمدة، في نسبة إنه لما نيجي نعمل لها تذويب، في نسبة إنها ما تعيش بعد الذوبان، صح ولا لا؟ فكل ما كانت البويضات أكثر، يعني مجمعة 10 أحسن ما أنت مجمعة بس 2، صح ولا لا؟ حتى لو قلنا نسبة إنها تعيش 50%، لو 2 معناته واحدة تعيش، ولا لو 10 أحسن 5 ولا 5. فهمتي قصدي؟ صحيح إنه هي أيوة. مكلفة ماديا مدري، بس أنا أعتقد إن شاء الله يعني ربنا يكون لطيف بيك إن شاء الله ويرزقك يا رب. بإذن الله. بس آخر سؤال اللي هو قلتي لي إيش اسمه CT، اللي هو اللي نصحتيني فيه.
TC. صحيح؟ تي سي. طيب واللي هو اختبار حق الأجنة اللي عشان يعني منع التشوهات يكون قبل الحمل ولا بعد ما ممكن يتم في الحمل عندك أول خطوتين أسابيع؟ في ناس يسووه قبل يعني ما ننقل الأجنة في بطن أمهم، بس في حالتك ممكن بعد ما تحملي بإذن الله نسوي شيء اسمه BGS، هذا قبل ما تحملي، يعني قبل ما نحط الأجنة في رحمك، أو وانت حامل تعملي حاجة اسمها NIPT تيست، وهو ده يقول لنا إذا في تشوهات ولا لا. طيب تمام، جزاك الله خير دكتورة، ما قصرتي، شكرا. وإياك إن شاء الله. طيب أتمنى اللي بعدهم ما يطول الدكتورة، لو سمحتوا سريع اللي بيدخلون. تفضل. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام، أهلا وسهلا. دكتور أنا عمري 28 ومتزوجة من 1.5 سنة، وصراحة من ثالث شهر بديت أحاول أحمل بس ما ضبط معي. التكيس عندي نسبته 4. هل هذا طيب. طبيعي ولا يحتاج؟ الدكتورة أعطتني فروميت الأخضر إذا تعرفي. طيب. ووزني مرة نازل، فما تقول ما أقدر أعطيك شيء، يعني ما أقدر أقول لك نزلي وزنك. فزوجي عنده الحركة السريعة 0، فبس الحين سنة كاملة وأنا مستمرة على فيتامينات أنا وزوجي بس ما صار. تنصحيني أسوي شيء ثاني أو أنتظر أكثر؟ عمري 28، زوجي عمره 30. طيب حبيبتي، نحن متى نقول تأخر إنجاب؟ إذا كان عدت سنة وإلى الآن ما حصل حمل. في حالتك اوريدي عدت سنة ونص وما حصل حمل، أنت عارفة السبب تقريبا، عارفة أنت قلتي سرعة الحيوانات المنوية 0. إيه. طيب إيش كان السبب؟ يعني هل قال مثلا قالوا له وقف تدخين، أعطوا له مكملات غذائية؟ أعطوه مكملات غذائية واستخدمت له يعني مضاد كمان، قالوا له عنده التهاب واستخدم طيب. مضاد بس ما صار. يعني الحين كملنا 6 شهور على العلاج، للحين ما صار أي حمل. طيب ممكن تجربي أول شيء حاجة اسمها تلقيح صناعي، على أساس إنه هم يومتها لما خلاص تكوني قريبة من يوم التبويض عن طريق يعني بعد ما تعطيكي علاجات وتتابعك بالسونار وتحدد يوم التبويض حقك، بدل ما إنها بس تقول لك روحي اليوم الفلاني يسوي جماعة مع زوجك، ممكن زوجك يعطينا عينة الحيوانات المنوية في المعمل وهم ينقوها وينظفوها ويخلوا الحيوانات المنوية أسرع. ساعتها نحقنها في داخل المهبل حقك، تبدأي بيها، اعمليها مرة 2 3 مرات، إذا ما نفع الحقن المجهري. أنا بقول صح أنت صغيرة لسه 28 سنة، بس على الأقل إحنا عارفين الأسباب. صراحة سرعة الحيوانات المنوية 0، يعني أنت محتاجة الحيوان المنوي لسه شوط قدامه يمشي كتير لما يوصل للبويضة، يمكن يساعده شوية بالتلقيح الصناعي، بس إذا ما نفع ما عندك حل إلا الحقن المجهري. فهمتي حبيبتي؟ طيب دكتورة، في معلش على سؤالي، بس في جل ينحط في المهبل وكذا يعني يساعد على سرعة الحيوان، تنصحي فيه ولا ما أجرب؟ لا بالعكس، يعني لا تستخدموا أي حاجة من المزلقات دي في أثناء العلاقة الزوجية، ممكن بالعكس تبطل حركة الحيوانات المنوية، ما تساعدها. طيب دكتورة، يأثر الأكل والغذاء والنظام الغذائي يعني على حيوانات؟ التدخين لازم مرة، يعني هذا مؤثر على جودة بويضاتك وعلى الحيوانات المنوية عند زوجك. الوزن لازم يكون، يعني حاولوا السمنة تأثر على الاثنين حتى عند الزوج. لازم تاكلي خضروات، فيتامينات، مكملات غذائية، هذه تبعدي عن بس السكريات والشوكولاتات والحلويات. طيب دكتور، آخر سؤال. أنا بالعائلة عندنا كثير يعني يجلسوا 4 سنوات ما يحملوا، فالكل يقول لي طبيعي، استني أنا ما أبغى أدخل 30 وأنا يعني ما حملت، فهل هذا طبيعي ولا ما له علاقة وراثة وكذا؟ لا ما هو طبيعي، مو طبيعي إنه نقعد 4 سنوات ما نخلف وإحنا ما إحنا بنستخدم موانع. وهو اكتشفتي أنت لما رحتوا حللتوا اكتشفتي إنه في مشكلة في الحيوانات المنوية وفي التكيس، صح ولا لا؟ فلا مو طبيعي إنك تستني، لا روحي وحاولي من بدري إنك تحاولي تتعالجي أنت وزوجك، وربنا يرزقكم إن شاء الله. طيب يعطيك العافية. يعافيك يا حبيبتي. آخر قسط معنا اليوم، تفضل يا دلال الظاهر آخر قسط هذا. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. الله يسلمك. إياك يا حبيبتي. عندي سؤال. أنا الحمد لله عندي 4 أطفال وعندي 5 إسلابات. كنت مستغربة يعني ليش الإسلابات هذه اللي تيجي، فكل ما أروح المستشفى يقولون لا عادي طبيعي،
لما طلبت من دكتور فحوصات يعني بشوف إيش سبب، لأن الإسلابين كان تفجر الجنين، فاستغربت إيش سبب تفجر الجنين يعني. فلما كيف سووا يعني؟ لي تحاليل الجنين تفجر يعني أجزاء يعني في الرحم. طيب طيب المهم مع التحاليل وكذا اكتشفوا إني في عمق الرحم في مثل حبة العدسة هذه اللي طلع الورم، قالوا ورم ليفي. فلما قلت يعني عادي لما أشيله، واحد من الدكاترة نصحني إني ما أشيله لأني في عمق الرحم مرة، فقال لو شلتيها ممكن يجيك الخبيث يعني، أو نشيل الرحم بعدين يعني لا قدر الله. فإذا أنت حملتي فنتابع حملك من البداية ونشوف، لأنه هو يكبر مع الجنين، يضغط على الجنين، ما يتوفى الجنين أو يتفجر. فأنا جلست الحين 4 سنين ما حملت، وخايفة مرة مرعوبة وما أدري مترددة أشيل الورم هذا. يقولون لو خارج الرحم عادي يعني ما يضغط، بس إنه هو في عمق الرحم مع تكون الجنين. طيب أنا يا أختي يمكن أكون بس بتأكد أنا فهمتك. أنت قصدك عندك ليف جوة الرحم، جوة جدار الرحم صح؟ أيوة جوة جدار الرحم. طيب الليف لو كان مؤثر على الحوض من جوا، على الرحم من جوا، بيأثر على مكان انغراس الأجنة، وممكن يكون هو هذا سبب الإجهاضات المتكررة. فبالعكس يعني الأفضل، خاصة إنه أنت اشتكيتي من ده الشيء وجاتك إجهاضات متكررة بسبب وجود الليف هذا، الأفضل إنه يتشال قبل ما تحاولي تحملي مرة تانية. خلاص يعني نحن عارفين السبب. أنا كنت بس في البداية كنت بقول لك أسباب الإجهاضات المتكررة عديدة، ممكن يكون سببها الأم، ممكن يكون سببها الجنين، ممكن يكون سببها الرحم. بس أنتي يعني كملتي في قصتك وقلتي إنه عملتي تحاليل وأشعات أظن، واكتشفتي إنه في هذا الليف اللي جوا جدار الرحم. هو دحين إحنا نعتمد قد إيش حجمه؟ إيش قالوا لك الدكاترة؟ حجم العدسة، تعرفين العدسة هذا العدسة الصغير. طيب هل صار منظار من تحت؟ منظار رحمي يعني دخلوا من تحت وشافوا؟ ايوه دخلوا سووا شو اسمه أشعة من تحت وكذا. طيب فقالوا انه متكون انه في عمق الرحم يعني في تكوين الجنين، يعني ما يكبر هذا الا لما مع الحمل يكبر مع الجنين، فيكون في نفس حجم الجنين لما يكبر. طب ليش ما ينفع يشيلوه؟ قالوا لو شلتيه لأن الرحم من كثر الإسلابات مثل ما تقولين صار تعبان، ولو شلتيه ممكن يسبب لك يعني خبيث يعني النزيف يعني، وبعدين تشيلينه. بصراحة أنا ما أدري هذه المعلومة، ما أدري، أنا حاسة يعني عشان أبغى أفهم الكلام مظبوط، ما أتوقع إنه أنت لو شلتيه حيصير خبيث. يمكن هم قصدهم ما حيقدروا يتأكدوا إذا هو حميد أو خبيث إلا إذا تشال. يعني هذا حسيته الكلام منطقي أكتر، ولا إيش رأيك يا أبو عمر؟ وهذا اللي أعرفه يتحول، أصلا تحول ذي غريبة ما هي منطقية. يعني ما أعرف، عشان أكون عادلة معاكي وإيش بيقولوا لك، أتمنى إذا أقدر أشوف التقارير إيش مكتوب. يعني سبحان الله سبحان الله، أنا مو أقصد شيء حبيبتي، بس بعض الأحيان طريقة شرح الدكتور للمريض تختلف هو إيش فهم منه. أقصد لو كنت فهمتي قصدي، يعني الغالب هو إنه الأفضل نشيله، لأنه حملك عليه حيؤدي إلى إجهاض مرة تانية. تاني حاجة وجوده هناك إحنا ما إحنا عارفين هو حميد ولا خبيث، صح ولا لا؟ يعني هذه مفهومة أكتر من القصة. على العموم كذا الدكتور فالدكتور قال لي لا، لو تروحين أي مكان يعني أي مستشفى خارج السعودية أفضل لك بالكي، فيكون يعني أرحم لك من العمليات وكذا، لأن بالكي شيء بسيط وما يضرك وتقدرين تحملين ثاني مرة. أما الدكتور اللي الحكومة قالوا لا، يعني رحت كذا هذا يقولون لا هو في عمق الرحم، والرحم عندك خلاص من كثر الإسلابات اللي 5 مرات، وغير كذا يعني الاثنين من الأجنة اللي ماتوا يعني تفجرت، يعني متخيلة من داخلين النقاش ويلقطون بقايا الجنين. فهذا كان صعب مرة علي، فأنا كنت خايفة الحين، عمري الحين 38 وأنا 4 سنين ما حملت، خايفة يعني
ما أدري مترددة أحمل ويرجع نفس الشيء الجنين يعني يتوفى أو يتفجر. طب حبيبتي بدي أسألك إيش كانت ولاداتك السابقة، قيصريات ولا طبيعي؟ لا الحمد لله كان كلها طبيعي. طيب إيش رأيك عشان أفيدك أكتر تبي ترسلي لي التقرير مثلا على الخاص زي ما تحبي، بس عشان أقدر أجاوبك بالضبط إيش هو يعني هتحتاجي تشيلي ولا لا. طيب كيف أرسله؟ إيه كيف يا أبو عمر؟ أضيف الدكتورة، أضيفيها، هذا حساب موجود عندك. حسابي موجود، يصير تقدري عشان أقدر يعني ما بدي أجاوبك شيء يكون غلط صح؟ إيه صحيح. أيوة يعني أرسلها لك على الخاص. أرسلي لي هي على الخاص وأنا أرد لك إن شاء الله، يعني حيكون مكتوب لك التشخيص تماما. إن شاء الله بإذن الله. مشكورة وجزاكم الله خير. وإياك يا حبيبتي. طيب دكتور احنا طولنا عليكم مرة، معلش. لا كنت سعيدة جدا، وإن شاء الله يا رب يعني ربنا يبارك في هذه الساعة ونص اللي تكلمنا فيها وجاوبنا على قد ما نقدر على إجابات على أسئلة المتابعين. لحظة دكتورة الله لا يهينك، أنا عندي سؤال انتقام طيب من الرجال. طيب تفضلي. بما أني أنا طبعا دائما نصيرة النساء والبنات يعرفون هذا الشيء، ضد الرجال دائما نوعا ما، ترى مو مرة بس نوعا ما. يلا اتحد معاكي يا أم عمر يلا. والله يا دكتورة أنا في سؤال، يعني تعرفين اللي يرقى وينزل في صدري وصدور كثير من النساء، اللي هو مسألة الوحم. الرجال يشوف ان الوحم دلع، انت دلوعه، وش وحم؟ وش اللي تشتهين بيض عصافير؟ وش اللي تشتهين نمله تمشي على الجدار؟ ايش هالكلام هذا؟ ولا ايش تشتهين ريحه تمر وريحه قصدي مطر وريحه ايش الوحم يعني؟ ايش الخرابيط؟ ايوه سمعتي هذه الكلمه اللي كثير من الرجال يقولونها دلع دلع، بينما الانثى مسكينه احيانا ما تقدر حتى تاكل، ما تقدر تشرب من قوه الوحم اللي يجيها. فهل والله يا أم عمر جيتي على الجرح، ترى أنا لما أحمل أنا مرة أتعب، يعني أدخل في المستشفى 3 شهور 4 شهور، يعني اللي يعرفني عارف قصتي يعني، فجيتي على الجرح من جد يا أم عمر. أيوة إيش كان سؤالك؟ هو السؤال هل فعلا الوحم دلع أو لا؟ هل فعلا تغيرات تصير في جسم المرأة لدرجة أنها توصل مراحل أحيانا جدا سيئة مثل ما قلتي قبل شوي؟ وليش بعض الحريم لا وحمهم ناعم؟ وهذه دكتورة تدرين أن توحمت مع العيال على إيش؟ على إيش؟ على العملاق الأخضر، تعرفينه؟ المنظف العملاق. المنظف. أيوة. المنظف. طيب كيف حليتي المشكلة؟ كيف حلت المشكلة؟ يا ويلي. لما يسرها رب العالمين يعني. لا يا أم عمر من جد أنت حملك وقصة حملك وقصة وحامك لوحدها يبغى لها حلقة بصراحة. طبعا جوابا على سؤالك أنا أبغى يا ريت زوجي هنا موجود عشان أقول له لا طبعا هو ما هو دلع ولا حاجة، هي تغيرات فسيولوجية تحدث في الجسم، هرمونات، لكن سبحان الله إحنا كنساء استعداد واحدة عن الثانية يختلف في كيف تستقبل هذه التغيرات الهرمونية المودية، فهمتي قصدي؟ عشان كده إنه في ناس تقول لك وحمها خفيف، في ناس تكون وحمها شديد، لا هي مو إنه هذه مدلعة وهذه لا، هذه سبحان الله استعدادها نفسيتها جسمها مختلف وظروفها عن الثانية. زي بالضبط ما قلتي لي في البداية عن آلام الدورة، برضو ليش يعني تيجي تسألي برضو واحدة تانية كيف الولادة، واحدة تقول لك والله الولادة أسهل شيء، واحدة تقول لك الولادة مرة شيء قاتل. نفسياتنا أجسامنا شخصياتنا استعدادنا لكل هذه الضغوط اللي بتجينا الله يعيننا، والله الجنة تحت أقدام الأمهات من جد مختلفة، لكنه أبدا أبدا ما هو دلع يعني. وأنا أضم صوتي لصوتك، يا ريت كل الرجال يكونوا فعلا مساندات لزوجاتهم بالذات في هذه الفترة الصعبة. في النهاية يعني والله العظيم يعني نتعذب كثير، بس إن شاء الله يكونوا سامعيننا يعني. هو أحسن وحام يا دكتورة، أحسن وحام إذا الوحدة توحمت بزوجها ما تبيه 9 شهور قدام مرتاحة نفسيا وهو مرتاح نفسيا. ما أدري إيش رأيك يا أبو عمر؟ والله دكتور انا اقولها دلع، ليش؟ انه احس بعض البنات يتوحمون على ذهب، يتوحم على واحده تركب فيل زوجها، يعني هم يقولون هي اعذار، انتم تدورون اي عذر عشان تطلبون وفرصه حقنا والله. طيب مو حقنا والله، يعني تعبانين لسه باقي تربيه كمان. لا طبعا دكتور الله يسلمك يا ربي، وانا اشكرك كثير على الوقت هذا. انا اخوي الاصغر مني طبيب، فما نشوفه، لما نشوفه دائما انكول، فلما تو يعني
مقدر كيف انت وقتك مره ثمين، والساعتين هذه الله يجزاك خير، يعني ان شاء الله يكتب اجرك ويجزك ان شاء الله الجنه عليها. دكتورة نبي استضافة جديدة مرة ثانية إذا دكتور والله إذا نتمنى تسمحي. نتشرف والله مره نستضيفك. إن شاء الله، والله إن شاء الله، يعني يا ريتها يعني تكون كذا دائمة، وإن شاء الله والله أرحب. يعني فعلا فعلا استفدت من قصتك أنت يا أم عمر وتجربتك، أحكيها لمرضاي أكثر من ما أدري. أنا إن شاء الله أكون أفدتكم، بس عن جد عن جد كان اللقاء ممتع معاكم، يعني تشرفت بيكم صراحة. طيب أي واحدة تسأل دكتورة مباشرة، أنا تابعت دكتورة من فترة كتاب لك يمكن شهر، دخلت حسابك شفته ما شاء الله مليان معلومات، وإن كانت صح مختصرة التيك توك مختصر، ما يمكن طريقة ما تاخذ راحتها، لكن من كل أنواع تخصصها موجود، يعني تحصل فيديوهات مرة كثيرة، فأنا أنصحكم تشوفونها الدكتورة. آخر شيء الدكتورة يسألون بعض بنات جدة، يقول أنت وين حصلت غير الحكومة؟ عيادتك في عيادة اسمها عيادات جنين خلف برج الشاشة اللي في الشاطئ، حي الشاطئ، عيادات جنين. ترى يحسبونك في الرياض يا دكتورة، ما هو في جدة. لا والله أنا في جدة، بس عادي ممكن أروح لهم الرياض، يعني عيوني لهم إن شاء الله. هذا عياد دكتور. طيب دكتور في الأخير ما نشكرك، يعني ما في غير الشكر، ونقول لك الله يجزاك خير. الله يعطيك الصحة والعافية دكتورة، فعلا ممتنين لك، وثقي إنه أنت الحين نفستي عن كثير من البنات اللي تكلموا واللي يسمعون واللي حتى مو قاعدين يشاركون بس يسمعون، والبث هذا مسجل وإن شاء الله إحنا بنشره باليوتيوب، يعني بيكون إن شاء الله. بس لك الرابط دكتور إن شاء الله أول ما ننزله. إن شاء الله. شكرا لتعاونكم واستضافتكم، جزاكم الله خير. والله دكتورة تعطينا من وقتك، لأنه فعليا الحين في الوقت هذا صعب إن إحنا نلقى دكتورة تقدر تتكلم معنا بأريحية وتجاوب على اللي محتاجين إجابات بهذه الأريحية. لو تعطينا من وقتك على الأقل مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوعين، نتمنى والله. مرة في الشهر. لا إحنا طماعين يا دكتورة، وأنت كريمة طبعا. خلاص إن شاء الله أكيد والله، وأنا يسعدني ويشرفني صراحة. يعطيكم العافية والله. الله يسلمك. الله يعطيك العافية. تصبحي على خير دكتورة. أنت من أهله إن شاء الله. شكرا. مع السلامة. الله يحفظك يا دكتورة. نورة طولنا على الدكتورة، معلش اعتذر منكم نورة وجميع الأسئلة، طولنا على الدكتورة مرة الإطلاق كان ساعة واحدة. ساعتين والله يا جماعة. الله يجزاك خير، ضغطنا ساعتين، فمعلش اعتذر نورة، إن شاء الله المرة الجاية نستضيفها. وعد بنات الشاهد من اللقاء هذا إنه الحمل الوحم ما هو بدلال. من الحين قبل ما تتزوجون جمعوا لستة أشياء تقولونها لأزواجكم إذا حملتوا، أنا متوحمة بكذا وكذا وكذا وكذا، تدلعوا. ما دامها قالت الدكتورة خلاص تبنوها، الدكتورة سهى قالت كذا كذا كذا، انتهى الموضوع. ملهم جديدة، اسمك ملهم ولا ملهم؟ شو اسمك؟ ملهم لأنك سين قصة عبير قالت قصتها مليون مرة، وحطيناها بالفيديو في حسابنا موجود 17 حلقة نزلناها كامل، العلاج كله كامل حطيناه. يطردونك البنات، يقول المفروض ما تصير فيه عشان ناخذ. توحم بالسفر، توحم. ملهم. قصتي اللي بيسمع القصة هي مكتوبة في حسابي في الانستغرام بكل تفاصيلها، ومسموعة هنا في حساب أحمد بكل تفاصيلها. إذا دخلتوا هنا على حساب أحمد تلقون في قائمة تحت البايو حقه من ضمنها قصة الحمل، حنا كاتبينها أو قايلينها في حلقات متكلمين عنها. اللي ما تحب إنها تسمع ودها تقرأ، موجود حسابي في الانستغرام بنفس اسمي هنا العبير 2009. نفس الشيء قصة الحمل، نفس الشيء قصة الحمل بالأولاد، فيها التفاصيل كلها. وش اسمه، مو بمسألة إنه الواحد يذكر هذه الأشياء مفاخرة أو شيء، كثر ما إنه الواحد من القصص هذه يقولكم يا بنات يا جماعة الخير لا تيأسوا مهما كانت المشكلة عندكم. هذا حساب عبير ثبتته، شوفوا في حساب حق انستغرام وحساب التيك توك، هذا حسابه. مهما كانت المشكلة عندكم كبيرة، مهما الموضوع كان صعب، مهما قالوا لكم الأطباء والدكاترة ومن
قال الذي قال المؤرخين وكل ذول العالم قالوا إنه هذا شيء مستحيل وصعب. أيقنوا وآمنوا إنه ما في شيء صعب على الله سبحانه وتعالى. أحيانا خذوها مني وانقلوها إلى من تبونه. أحيانا الله سبحانه وتعالى لحكمة عنده يجردك من كل إمكانياتك البشرية، يأخذ منك كل شيء تقدر تسويه عشان توصل لهدفك، يجردك فعليا، يخليك تجرب كل شيء، علاجات وأبر ومدري إيش، وحتى في الرزق تروح تجرب المشاريع، يجردك فعليا عشان توصل المرحلة يقول لك الله سبحانه وتعالى فيها خلاص يأست، كلهم ما فادوك، ما حد قدر أن يعطيك الشيء اللي أنت بيه. هل قال لك إنه مستحيل؟ تعال، المستحيل هذا عندي أنا أقدر أعطيك المستحيل لأني أنا اللي خلقتك. فيرجعك له لأصلك، لشيء اللي هو يبيك ترجع له، لمصلحتك، لإيمانك، لطمأنينتك، لراحتك النفسية اللي هي فعلا موجودة مع الله. فسبحان الله أحيانا الله يجردك من هذه الأشياء، مع أنه في ناس ترى والله سليمين ما فيهم أي علة ولا فيهم أي مشكلة ولا هم يحزنون، لكن الله ما يكتب لهم الحمل نهائيا. ليه؟ يجرد لين يوصل مرحلة نقول مستحيل تحملون، بعدين الله يقدر هذا الشيء. تعال الحين هم قالوا لك خلاص، قالوا لك انك ما تقدر، تعال اوريك قدرتي وعجائب قدرتي والاشياء اللي ممكن اني اتفضل بها عليك وتحملين، وممكن تجيبين 2 وتجيبين 3 وهم في اتم الصحة والعافية. كل هذا متى؟ اذا رجعتي بالايمانيات ورفعتيها ان الله هو الوحيد القادر على فك هذه العقدة، وهي ما هي بيد البشرية نهائيا، بيده سبحانه وتعالى. فسبحان الله لا أحد يأس، لا أحد. يعني قصتي أنا بالنسبة لي ما هو بس مع عيالي، حتى في حياتي العادية ما في شيء، ما في باب اسمه باب مسكر، ما في، مستحيل. امشي قدام تلقاني الأبواب تنفتح، بس آمني واتكلي وصدقي إنه هو القادر، هذا أهم شيء. نورة اللي تقول بدخل، طب جاوبت طيب، جاوبت على سؤالك ترى. نورة علي، هل أنت هنا؟ نورة علي، هل أنت هنا؟ الدكتورة جاوبت عليك، قالت لك أول شيء غلط أنك ما رحتي كل السنين. الشيء الثاني قالت لك إيش قالت هي نورة؟ شو عندها سؤال؟ نورة تقول 23 هي 23 سنة ما جت الدورة. إيش قالت لها؟ ما قالت لها تشيل الموبايل، اصبر شوي. هذيك اسمها رنا القحطاني. لا نورة علي، من سؤال 23 ما جت الدورة وقال شيل الموبايل. ترى جاوبت على سؤالك يا نورة، شو ما كنت موجودة؟ لا نورة لا قالت الدكتورة لا تشيلينها ولا تستعجلين، في تحاليل جينية لازم تسوينها عشان يتأكدوا من أشياء معينة. فروحي شوفي، إذا أنت في جدة روحي لها، طيب إذا ما أنت في جدة تواصلي معها، طيب وهي تقول يعني ممكن أني أنا أجي للرياض إذا أنت بالرياض، تواصلي معها. يعني تبارك الرحمن الواضح إن الدكتورة فاهمة، يعرفون بعض ترى، حتى تقولها في الرياض روح فلانة ممكن تواصلي معها. أنا أقترح عليك تواصلي معها، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، واضح إنها تتجاوب مع الناس، فتواصلي معها وكذا، خذي من خاطرها أحسن، بس لا تستعجلين بشيء. نونة ترى طبيبة راحت، حبيبة ما طبيبة. أنت الحين قاعد تقولين زوجي في التهاب بروستات، تو طبيبة إيش قالت اللي يزيلها موضوع المشكلة الالتهاب، أتوقع خلاص يروح طبيب مساعدك ويشوف شو وضعه، لكن أنت كنت موجودة. تبغى نقرأ الدكتورة سارة، لحد قبل شوي أنت قلتي كم فتوى، أنا ما أدري، ما قد سمعت تقول أنت حرام تجود الجنة. ترى شوف، فيه خليني أعطيك بس لأني قرأت عن الموضوع هذا سابقا، في بعض العلماء المعاصرين متشددين جدا الموضوع، حتى الأنابيب يقولون حرام. فيه بعض المشايخ متشددين مرة، يقول لك إذا ربي ما أعطاك عيال خلاص لا تحاول. طيب فهذا نوع من العلماء. بعض العلماء لا، يقول لك عادي. فصعب واحدة تجمد جنتها تقول حرام، لأنه ممكن يصير اختلاط أنساب وممكن هذا الشيء الأول. شيء ثاني، اختلاف العلماء في الفتوى يعني وارد، كل شيء في اختلاف. العلماء ما اتفقوا على شيء العقيدة فقط، وخلنا نقول مسائل الرئيسية مفصلية في الفقه، غير كذا كله خلافات، فلا نحجر واسعا. بنستضيفها إن شاء الله، اللي يقولون استضيفوها مرة ثانية إن شاء الله، بنحاول نتكلم معها.
أنا أرسلت جماعة الخير، أرسلت حوالي 20 دكتورة تساوي ولادة، الوحيدة اللي جاوبت علي دكتورة سهى. راسلوها يا بنات، وراسلوها وقولوا تعالوا بث عند أبو عمر. خلها تجي عندنا تتحمس تجي معنا مرة ثانية. في ناس أضافوها، لو انتبهت حسابها في ناس أضافوها كثير. أكيد إذا هي تتجاوب مع الناس كذا. طيب ابن عثيمين باز أفضل شيء؟ لا صعب يا جهاد، صعب نقول هذا أفضل أفضل. في الأخير علماء يختلفون، طالما العالم عالم مو يعني متطفل العلم، واحد من الشارع جاي، وطالما أنت يعني تظن أو يغلب على ظنك أنه يعني خاف الله عز وجل، خلاص مشكلة، ما نقول له فلان وفلان وبس. بعد ما طلعت صارت المشاهدات. الدكتورة راحت دكتورة. والله الدكتورة راحت، ودنا انها ما طلعت والله. طيب بس بوسة كيف اجيب توأم بنات؟ الدكتورة جاوبت قبل شوي، قالت لك حقن مجهري، ما كنت موجودة، جاوبت قبل شوي. ايش يطعمون؟ قالت حقن، لا قالت الصناعي ما يصلح. مين فيها مشكلة يعني؟ ما ركزت لي. ما قصدك سؤالها ما ادري يا اخي كثير. قصدك في كلام هذه؟ حساب من يا ايمان؟ ما فهمت. يا ربي رسمة تحول صندوق وين احصلها؟ حقت الحمام ذيك. اوه على اكسبرس. وحتى في امازون موجودة. هذا اللي معي. يا اخي ليش لما تجون تسألون عن أحد تحسون اننا نملة؟ قبل انت طيب هذا اللي معي. ليش تقولون كذا؟ من هذا؟ لما الشريف. من هذه؟ من انت؟ حس تقول من انت عشان تدخلين بث ابو عمر؟ انا زوجتي، انا راس المال، انا الغنيمه الرابحه في حياته، انا كل شيء. شلون تقول من هذه؟ تحسوني كذا بريال؟ لما الشريف او غيرها يا ايمان او اي واحده اللي تعرف طبيبه نساء ولاده مستعده تجي بث عندنا نستضيفها بتقول لها. لكن شوفوا اذا كانت واحده عندها متابعين ما راح تجي، ترى غالبا تسوي بث في حسابها تجي عندي. ليش؟ ايه ودي انا استضيف هذا مرة ثانية، ودي انا كلام ما راح تجيني، ما راح تجي. انا راسلت يمكن 15 او 20 ما يجون اصلا، بعضهم ما يشوف اصلا. فلذلك الافضل اذا انتم تعرفون شخصيا تكلمونها، هذا الافضل. سلطان البوكس هذا اذكر اسمه باثروم بوكس، لا لحظه ايش معنى ضد الماء؟ ووتر بروف باثروم بوكس، بس ترى اخذناه من وين؟ من 3 سنين. ممكن قست تدخل معي؟ من هي ممكن؟ طبيبة يعني نوال، انت اسمك نوال او نور؟ مرة ثانية ان شاء الله اذا جت ابشري. مين هي قست تدخل معي؟ يعني ما لقيت اصلا كلامها، من هي هذه اللي تتكلم؟ ما قاعد تقرا. اي انا قصدي اللي تعرف دكتورة بكويت مدين. تقول ممكن قست تدخل معك. نورة أخصائية نفسية جملة كثير، وفي دكتور الأسبوع الجاي دكتور عياد العتيبي الظاهر، دكتور نفسي، دكتور عياد العتيبي، ظاهر العتيبي نعم، وعدني إما السبت أو الأحد حولها، يعني 3-4 أيام تدرون تحضرون. شوف دكتور عياد العتيبي. يا رب ارزقني الذرية الصالحة، اللهم آمين أول شيء، وبإذن الله أن الله يرزق سياهم بدون علاجات، وإن شاء الله ما يتم هالشهر إلا وأنتي حامل، وإن شاء الله 9 شهور ومعز 2 كلهم في أتم صحة وعافية. هذا قبل كل شيء. ثاني شيء اسمعي أنا خيتت، إذا أنت تروحين لمستشفيات خاصة أمانة ابعدي عنهن شوي، وحاولي تدخلين على مستشفيات حكومية. عادة المستشفيات الخاصة همها الوحيد أنها تسحب مبالغ من الناس إلا ما ندر. فإذا أنت تروحين الخاص حاولي تروحين لمستشفى حكومي قد ما تقدرين، حتى لو طالت مواعيدهم كذا يبقون أمينين، وهدفهم الوحيد هم العلاج، يبون يستعالجين تروحين تفكينهم، فيكونون آمنين في العلاجات اللي بيعطون سياها. أما إذا أنت مع مستشفى خاص فاعرفي إنه استغلال نوعا ما، إلا ما ندر، ما أقدر أقول كلهم صراحة. فش اسمه، روحي الحكومي تكفين. طيب اسمك نول او ما ادري اسمك نول مالك، اذا قصدك انت تعرفين طبيبة ودها تجي مع البث، اي نعم تجي مع البث ونسألها وكذا. اذا انت قصدك سؤال اي نعم، فاذا انت تعرفين احد كلمي
انا بالنسبه لي ارسل لهم بس ما يردون علي، ما يشوفون رسالتي اصلا، وبعضهم يشوف يطنش ما يجي. فيحتاج لها هي انه واحد يعني يعرفه شخصيا، يكلم دكتور او دكتوره بشكل شخصي. احنا ساكنة في الهفوف، الأحساس شقيقة. الله يرزقك يا ربي، إن شاء الله يفرح قلب، بس إن شاء الله ما يتم هالشهر، يطلع إن شاء الله رمضان وأنت في أحسن بشاير من رب العالمين بإذن الله. الحكومي يطول فعلا. تمام. انت من عاد متى قبل كان اخر شهر صح؟ بعد سنة ونص. معليش يا بناتي، الحكومي ممكن تبدين مع الحكومي ويطول، ولكن تروحين خاص. بس انت يضمني مكانس في الحكومي، ترى والله امينين، واذا دخلوا معك او خلاص في مرحلة العلاج يعني خلاص تصيرين اولوية. فالحكومي ثم الحكومي ثم الحكومي، والحكومة والله العظيم ما قصرت، يعني تصرف مبالغ على هالشيء فوق ما تتخيلونه، قسم بالله ما قصرت. تدرون ان منشطات الابر قيمتها تقريبا 250 300 الابرة الواحدة، 200 300 350 قبل 13 سنة، الحين سكت 500 بالراحة. فتخيلي انهم يأمنونها مجانا. عمليات الحقن والحقن المجهري والاشياء هذه ترى مكلفة، كلها مواد غالية. نفس الشيء لا إله إلا الله، صهر عرب هذه، شوفوا صهر عرب، أطفال الأنابيب، الأشياء اللي تصير ما بعد الولادة، الحضانات والأشياء هذه. الحضانة تدرون يوميا 50,000 تدفعها الحكومة المستشفيات الخاصة عشان عيالنا. فترى مرة مهتمين بهالناحية. صح تطول، بس إنه لما توصلين لمرحلة إنه تعمطين فيهم والله ما يقصرون، والله ما يقصرون، يعني على قد ما يقدرون ينجزونك. فاحرصي على الحكومي ثم الحكومي ثم الحكومي. حتى المستوصفات، التعب العادي اللي يجيكم زكام وكحة ومثل هذه الأشياء، لا تحرصون على الخاص. الخاص صدق سريع، بس يعطيك 900 مضاد و500 شراب وكحة ومدري وشو، ما وش الفايدة؟ جسمك يمتلي مشاكل. تروح للحكومي يعطيك مضاد واحد، شراب كحة مسكن، يلا توكل على الله امشي. فيتامين سي ما تحتاج، امشي راح اشرب برتقال. فأحسن لك مهما تعبت رح للحكومي. لما تحس إن باب الحكومي تسكر، شكوى الله، لكن دائما مفتوح لك، لا توفره. يعطيكم العافية والصحة يا رب جميعا. حكومة تهتم بالإنجاب أكثر. كيف تهتم بالإنجاب؟ يهتمون كثير. هذا ريم تسلم عليك. الله يسلمك ريم، الله يحفظك. المسكة أنت مرة ماسكة علي مسكة، ما أدري وش فيك، لكن الله يصلح لك ذريتك إن شاء الله. أطفال أنابيب لا. لو يعني الشهر اللي حملت فيه عبير لو ما كان تم الحمل كان شهر ورا بس أنابيب. طيب قالت عبير خلاص آخر مرة نجرب نشطات بعد نروح أنابيب على طول. أهمية فحص تكسر الحمض النووي. والله الفحص مهم جدا، بس وش ده يعني؟ والله ما أعرف، أول مرة أسمع أصلا، بس ما يروع. يهتمون بالإنجاب كثير. دخلت إيه الحكومي ترى والله وصدقوني. توليت يهتمون، ما يهتمون. لا والله يهتمون، شهادة حق والله. حتى تبارك الرحمن، يعني المستشفيات، ما أتكلم عن المستوصفات، المستشفيات إذا مسكتي فيهم أقسم بالله أجهزتهم متطورة من أحسن ما يكون، أحسن الأشياء اللي تتخيلينها. فريمتهم على الله شانة. فبس أنت متى يعني أنا قعدت في مستشفى حكومي اللي هو المدينة الطبية، مستشفى المدينة الطبية اللي بالرياض، بغرفة الحالي. ما حطوني مع الناس لأن أنا حالتي يعني مرة ما أعرف أنام ولا أقوم ولا أقعد، حطوني الحالي. من يحطون الحالة؟ لكن هم يقدرون الظروف. ظهر قالوني بغرفتين، صح؟ الحالي مرتين قالوني بغرفتين. فبالعكس والله ما يقصرون، إذا مسكتي فيهم وتشعمطتي تشعمطوا فيتهم وأكرموت بعد. إيش هذا يا ولدي؟ إيش قاعد تقولين؟ إيش تكسر الحمض النووي؟ إيش يعني؟ ما أنا عارفة. طيب علمنا وشو تكفين. بعدين هل أنت تتكلمين عن الإنسان بشكل عام أو البنات بس أو الحامل أو اللي متأخر بالحمل؟ إيش بيسوي بالضبط هذا؟
ما فهمت يا عبد الله. الحبوب، شوف الحبوب طبعا ما اقدر اقول لك ايش تاخذين. انا رحت طبيب، مو طبيبه، رحت الاخصائيه، هي قالت لي يعني اخصائيه العلاج الطبيعي بعد ما شافتني قالت تحتاجها الفتره هذه. فاللي انا سويته اول شهرين اذكر 3 حبات صباح ظهر وبالليل، الشهرين وراهم حبتين صباح وليل، الشهرين الاخيرات حبه واحده. بس هذا انا ما اعرف عنك انت وش وضعك، يعني ما اعرف والله. بس اسال صيدلي، ترى الصيدلي نص طبيب، يعني نص طبيب. ايمان اذا ما تعرفيها شخصيا ما راح ما ترد. نعم منشطات يا ما أبود منشطات نعم. بس كل واحدة منكم لها يعني طريق. خلاص أنا أقول لكم عبد الله، أنا بالنسبة لي الطبيبة شافتني قالت لي 6 شهور. طيب لي سنة هو 14 رحت الأمن العام تسويف مش ممكن من المستوى. طيب يا بنت حلال، احنا ايش قلت لك انت؟ يمكن ما سمعت قصة تعبير من قبل، صح؟ سمعت قصة تعبير؟ حبيب ممتاز يا سعيد. سديم الشهراني حلو، بس الجلسات اللي برا كلها شيشة، ولا كان جلسة برا بتكون مرة حلوة، لكن أكلهم حلو. ولأن طبعا قلت في عيب الأول شيشة، العيب الثاني المنيو ما هو بكثير. إذا أنت ذوقك صعب لا تروحين ترى. يعني المنيو عندك يمكن كم طبق؟ كان 6 أطباق يمكن بس. مو كثير بس أكلهم حلو والله. لكن حلو، بس منيو حقه مرة ضعيف. يعني ليتهم يحطون على الأقل 10 أصناف جديدة. من هي هذه الحين؟ من اللي يتكلم؟ سديم الشهراني. راحت موجود. راحت المطعم. ايش؟ لا يمكن صاحبة المطعم. طيب يا حرف الميم عبير، عشان بس تعرفين 1 و10 شهور ما وصلت أنابيب. 1 و10 شهور لا، ما شلون أول ما تجي معطونا أنابيب؟ ما يصلح. لا لازم هم يبدون معت من الأولى في الأولى. شوفي عادة الحبوب يبدون معت من الحبوب اللي هي الكلوميد 2 شهر. إذا ما ضبط معت وما استقبلها جسمك ما فادت، ينقلون إلى مرحلة الإبر اللي هي إبر جونال اف 15 مو 15 جونال اف 75 اللي هي أقل جرعة تاخذينها. نشاطات الأورا لما توصلين إلى جونال اف 250 يرفعونها لس بالتدريج لما تجي نتيجة معت. إذا جت معت نتيجة وضبطت الأمور وحملتي بدون تدخلات أخرى بها ونعمة. إذا ما حملتي يعطون اسمه نشاطات مرة ثانية إبر يثبتون عليها ويسوون اسمه مثلا تلقيح صناعي اللي هو أخف أنواع التدخل للحمل. إذا ما ضبط معت ينقلون إلى المرحلة الثانية اللي هي تلقيح المجهري، 2 3 مرات 4 مرات يستمرون معت، يعني إبر وتلقيح مجهري، إبر وتلقيح صناعي. إذا خلاص استنفذتي هذا كله وما ضبط تروحين للمرحلة الأخيرة اللي هي المرحلة الصعبة اللي هي أطفال الأنابيب، بحيث إنه يعطون اسمه نشاطات إبر وكذا ويسحبون من بيضات ويسحبون الدنيا من هناك ويضبطون وكذا، هم من يعطون سياها. ويبقى التوفيق وقتها من الله سبحانه وتعالى، هل الجنين هذا يثبت ولا ما يثبت؟ هذا عد علما من الله. إبر لورا إبر. بس أنت ما تدخل تعبير، يمكن أنت غيرها يعني مو شرط اللي ضبط مع بيض معك أنت. إبر أم عبد الله شرحتك مع عبد الله، قلت لك أنت لازم تروحين أخصائية علاج طبيعي. لما تروحين أخصائية علاج طبيعي أو طبيب عظام يشوفك هو بيقول لك اللي صار معي أنا 2 3 حبات، 2 حبتين، 2 حبة. بس هذا أنا ركبتي أنا مركبتك أنت، فأنت يمكن غيري ما أعرف والله. طيب أنت من اليوم وأنت تسألين عن هل المنشطات تسبب لا قدر الله سرطان ولا لا؟ شوفي بعد روحي، إذا أنت تدورين على السرطان ترى البنادول يسبب سرطان اللي حنا نبلع بلع. إذا تدورين على السرطان ومشاكله في كل مكان، أي المعلبات كلها تجيب سرطان. الدنيا حولت يمين ويسار كلها مسرطنة. إذا أنت حتى الجو الحين رايح فيها والدنيا رايحة فيها، إذا أنت خايفة من الشيء حتى المصانع تسبب لك سرطان. فالموضوع مو بسهل. إذا أنت بتدورين وش اللي يجيب السرطان، نشاطات الحالة مهي هي بتجيب السرطان، هي سبحان الله سبب من الأسباب يسرها الله لعباده، ناخذ فيه ونتكل على الله، مثل ما ناكل بنادول نتكل على الله.
أنت لو تقرين عن مشاكل البنادول وش تسويها قسم بالله جدعتيه. لو تقرين عن المضادات الحيوية وش تسوي في أجسامنا وأجسام أطفالنا، حلفتي بالله يمين ما تاخذين ولا تعطينها عيالك. لو تشوفين بعض الجرعات التطعيم وش تسوي في الجسم، حلفتي بالله ما تطعمين عيالك وتطعمين نفسك. فكل هذه الأشياء لها أضرار ما هي بسهلة، لكن الواحد يعقلها ويتكل، يسوي اللي يقدر عليه والباقي يتركه على الله، هو الحافظ. مو بنادول يا ريم، كل شيء، كل ادويتنا سموم اصلا. وش ادويتنا وش؟ انا اخوي طبيب، كنت الدكتور اقول اخوي طبيب اصلا مني. قلت له واحد ما يبغى سرطان شو يسوي؟ قال لا تنفس ولا تشرب مويه ولا تاكل، لانه النفس فيه تلوث في الجو. ان شاء الله يجيك عيال، ان شاء الله يا رب يجيك عيال، ان شاء الله يرزقك رب عيال. يقول لا تنفس من شو اسمه الهواء ملوث. والشيء الثاني لا تاكل ولا شيء، لأنه كل أكلنا يا إما معلبات مسرطنة يا إما فواكه خضار كلها مبيدة حشرية وكلها راح فيها. ولا تشرب موية، الموية كلها ملوثة. ايش تسوي؟ قال موت خلاص. هذا الحل الوحيد. إذا أنت عندك هوس وخوف من الأشياء هذه، هذا الوضع يعني وضع كل دماغ. والله يا لمي أنت لا تنومينها بالنهار، وما يحتاج إن حنا ندي عشان تنام بالليل. إذا أنت تدرينها كل النهار نايمة طبيعي إنها تسهر كل الليل. استخدمي علم الطاقة. إيه. طاقة الجذب. جمعي طاقة في يدك ورميها عليها. جمعي النوم اللي فيه ترميها. مسكينة مريضة لها أسبوعين عند اللواء شوي مسكينة. إيه يا روحي والله من جد، ننزلي أنت وياها برا ومشيها شوي، تونا بدري الساعة 12، امشي أنت وياها برا عند المسبح ما نرجع تلقينها اخدرت ونامت. طيب يا ريم، تقول 9 سنين صلحت، شوفي صلح أي شيء، صلح أي شيء. يعني لا تشاورين أحد في الحمل. سوسو والله أنا موجودة، بس انشغلت الفترة اللي راحت شويتين، الحين بدأت الأمور تستقر شوي. لا تشاورين أسوي ما أسوي، سوي أي شيء الطبيب تقول سوي أي شيء. لا عاد أنت موضوع دلع، يعني عندك مثلا 4-5 عيال وناوي بس بشهوة والله ودي ولد جديد، هذاك وقت دلع براحتك. لكن إذا أنت ما عندك عيال أو كبيرة أو متأخرة، لا سوي أي شيء أي شيء. كم درسنا السنة؟ ما طولنا، اليوم بعد 2 سنين